السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، نتمنى انه يعجبكم ودخلوا لي ما مابونيش يتابونا. بزاف الناس اللي كيشوفوا الفيديو ما مابونيش عندي في القناة وما كتخليوش واحد اللايك وشي كومونتير زوين. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتستافدوا منه ان شاء الله. وعواشركم مبروكه. البسيطلات معمرين بالدجاج. غادي نحتاجو قطع ديال الدجاج، من الاحسن اننا نحيدو داك الظهر والعنق. غادي نستعملو معلقه كبيره الخرقوم، معلقه كبيره سكينجبير، نص معلقه ديال البزار، عويدات ديال القرفه، شويه ديال الحامض مصير تقريبا نص حامضه، هذا مصير تاع الدار. بالنسبه للسمن تا هويا صنع منزلي، غادي ندير تا هو واحد المعلقه بحال هكا صغيره. ما حارش بزاف هاد السمن، يعني ما تيجي المذاق ديالو زوين وما كيجيش مجهد بزاف. وغادي نديروا الماء مع هاد القامه هادي، نشرملو هذاك الدجاج مزيان. ضفت هنايا شويه ديال الزعفران، ضامه ديال الزعفران، واللي عنده الزعفران حر يديرو. درت واحد خليته حتى شرب مزيان وتقلى. عاد درت البصله، غادي ندير الربيع كما تشوفوا كنديرها هكا، كنخليها في الثلاجه في واحد القرعه كتبقى زوينه، لا هي لا الثومه. غادي نستعملهم صافي وغادي نقليهم وندير هنايا درت زيت العود وغادي نسد عليهم نخليو هذاك الدجاج ديالنا يطيب. في المقله غندير القرعه محكوكه، واحد القطعه ديال الزبده، شويه القرفه، الملحه، سكينجبير، الخرقوم، البزار. وغادي نشحرو مزيان هادشي هكايا في المقله حتى تتعسل لينا هذيك سميتو. غنزيد واحد 2 معالق ديال السكر ما بانوش في الفيديو باش تعسل لينا ديك القريعه. من بعد خديت هذاك الدجاج غادي نخليه يبرد وغادي نفرتو. ولا صوص اللي بقى ليا في الكوكوط غنزيد عليه البصله، هاكا مقطعه رقيقه بالهاشوار باش دغيا كطيب. ما كنزيد لا ما لا حتى شي حاجه، هي كطلق داك الماء ديالها. كنخليوها طيب مزيان، تنسدو عليها حتى تطيب. الدجاج فرتته مزيان هاكا رقيق. البصله درت ليها البيض ونشفتها هكايا مزيان كيف ما القاعده. صافي دابا وجدت التحضيرات كاملين، وجدت البصله بالبيض، اللوز هو فسختو قليتو، درت معاه شويه السكر، شويه ديال القرفه، كذلك القرعه المعسله. غادي نخلط كل شيء هادشي المكونات، خلطت القرعه مع هاد الحشوه ديال الدجاج والبصله باش ما نبقاش، باش يسهل علينا الخدمه. تنظن فهمتوني. غادي نوضع هنايا الورقه كما تشوفوا واحد الغطاء ديال القرعه، دوك ديال القرعه ديال الشكلاط. درت معلقات من الحشوه ودرت شويه تاع اللوز صافي. وكندوروا هذيك الورقه كما تشوفوا في الفيديو راه كيوضح كل شيء. وكنقادوها كنصايبوا دوك البليات وتنقلبوا ونديروا البيض تاع البيض باش يسد لينا، باش نسدو به. المهم راه الشكل واضح في الفيديو. تيجي الشكل ديالهم هكايا بحال الورده، كيجيو زوينين. وكنحتاجوا ورقه واحده ما كنضيعوا منها حتى شي حاجه. كتجي البسيطله ديالنا زوينه ومقدوده كما تشوفوا بهذا الشكل هذا. صافي تنقادوها نصايبوها، هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنحطوهم هكايا في الصينيه. الا بغينا نديروهم في المجمد تندخلوهم بحال هكايا المجمد حتى تيجمدوا، عاد تنجمعوهم في واحد البواطه. ومني كنجبدوهم من المجمد تنحطوهم هنايا طيب في الفراير، كيجيو رائعين. ما كندهنوهم ما حتى شي حاجه، كنديروهم كيطيبوا كيتحمروا كيجيو زوينين بلا زيت بلا حتى شي حاجه. هذا هو الشكل ديالهم، بركه غير داكشي اللي فيهم اللي دام اللي فيهم. كنزينوهم بالشكل اللي بغينا. من بعد غنشوفوا الشكل الثاني. هذا كنقطع الورقه على 4، كناخذ غير واحد الربع بحال هكايا واحد المثلث تنوضعوه، كنديروا فيه حتى هويا الحشوه، تنضيفوا اللوز اللي بطبيعه الحال راه فيه شويه القرفه وشويه السكر. كنقادو مزيان على حساب هذيك الدائره السيركل اللي عندنا، وتنجمعوا دوك الطريفات. في الاول كنجمعوا بلا بيض بلا حتى شي حاجه، لان مازال غادي نعاودو نديروا ورقه واحده اخرى.
صافي تنحاولوا نقادوها، نديروا واحد شي بليات في الجناب باش ما تيبقاوش لنا دوك القنات هكايا غلاضين بزاف. تنبركوا عليها باش تشد الفورمه، كنقلبوها وكنجيبوا ورقه اخرى عاوتاني، ربع ورقه كنديروا الجهه الحرشه هي اللي من فوق باش تبقى لنا الجهه الملسه لتحت، وكنقلبوا هذيك البسيطله اللي صايبنا. ودابا غادي نجمعوا بنفس الطريقه وحنا كنلصقوا بالبيض كيف ما تتشوفوا في الفيديو، راه موضح كلشي. وتا هي ملي كنساليو هاد الاشكال ديالنا كنسرحوها في واحد الطاوه اولا في واحد بلاطو، كنديروهم في الثلاجه في الكونجيلاتور. مني حتى يجمدوا كنجمعوهم في واحد البواطه وكنخليوهم، مني كنحتاجوهم كنجبدوهم تنديرهم ديريكت في الفران، اولا بحال هكايا انا درتهم في الاير فراير. الا كانت عندنا الورقه شويه زايده كنحيدوها. ها هما هادو تما وريتهم ليكم طابوا في الاير فراير. وتزيين تيبقى على حساب الرغبه، كل واحد تيزين بداك الشيء اللي بغا. اما تزيين تقليدي بحال هكايا سكر كلاصي والخطوط ديال القرفه، اولا ندهنوهم بالعسل اولا بالناباج ونديرو فيهم شويه اللوز مهرمش اولا اللوز يفيلي. انا قسمت معاكم هنا وتتسمعوا الصوت ديال القرمشه ديالهم وتيجيو معلكين من الداخل. هنايا درت ليهم شويه ديال العسل واللوز كونكاسي محمر. هنايا هادو من بعد ما طابوا باقا ما زينتهمش، تنزينوهم نتوما بواحد الوريضه ولا اي حاجه بغيتو تزينوا بها، ولا سكر كلاصي، ولا تزيين تيبقى اختياري. تنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا ويفيدكم، واللي ما مشتركش يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا جديد. وشكرا ومع السلامه. ما تنساوش الاشتراك. يلا وعواشركم مبروكه.